يا دكتور هقدر اقف امتى؟ واحد من الاسئله اللي بتتسال لنا كتير جدا من مرضى اصابات النخاع الشوكي. طب تعالوا بقى نتكلم على هقدر اقف امتى واقف ازاي. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على فكره الوقوف او الستاندنج اكتيفيتي مع مرضى اصابات النخاع الشوكي. اقف امتى واقف ازاي؟ تعالوا كده نتكلم ونقول عشان ابدا ان انا اقف المفروض ايه المسلز او ايه العضلات اللي تبقى شغاله عشان اقدر ان انا اقف كويس. اول حاجه عشان اقدر ان انا اقف بشكل سليم 100% لازم الاحساس بتاعي يكون موجود بالارض، ان انا حاسس بالارض. تاني حاجه ان العضلات المسؤوله عن الوقوف بتاعي تكون شغاله بنسبه كبيره فهي قادره ان انا اسند وواقفه كويس. تالت حاجه ان اساسا يبقى في اتزان ما بين العضلات وما بين الاحساس بتاعي. لو انا عايز اوصل للجزء الطبيعي 100% اللي هو بتاع الوقوف الناس العاديه خالص، ان احنا واحنا واقفين عادي ببقى انا لازم الثلاثه سيستم دول يكونوا ماشيين بشكل متناسق عشان اقدر ان انا اقف وابدا الدنيا تتحسن عندي. تعالوا نتكلم بقى ونشوف ايه اللي بيحصل مع اصابات النخاع الشوكي. اول حاجه 3/4 اصابات النخاع الشوكي بيبقى ما عندوش احساس. الاحساس على المستوى من اول مثلا السره وانت نازل او مستوى الركبه وانت نازل، اي حاجه من الكلام ده بيكون الاحساس بتاع القدمين مش موجود شويه. فبتبدا الاحساس ده لما يبقى قليل، هو في الاول مش حاسس بالارض اصلا، يبقى كده احنا مش حاسين اساسا بالارض. اتفقنا؟ يبقى اول سيستم عندنا اهو وقف، الاحساس بتاعنا مش موجود. تاني حاجه الموتور او الحركه او العضلات بتاعتي المسؤوله عن الوقوف، واللي اهمها عضله المقعده وعضله الكوادرسبس او العضله الرباعيه وعضله السمانه او الكاف ماسل. دول من اهم 3 عضلات المفروض ان انا اقف بيهم بشكل مظبوط عشان ابدا ان انا اجيب الوقفه الطبيعيه بتاعتي او اقول ان انا كده واقف طبيعي. ودول برضو بيبقوا متاثرين مع اصابات النخاع الشوكي. وبما ان الاحساس والحركه الاثنين فيهم مشكله، فاكيد الاتزان ما بينهم او البالانس سيستم اللي ما بين هما الاثنين مش موجود، فبالتالي انا مش هقدر اقف كويس. طب تعالوا نعوض بقى الفكره دي ونقول هل لو الثلاثه دول مش موجودين انا مش هقف اصلا ولا لا؟ هلاقي نفسي ان انا اقدر اقف اصلا حتى لو الثلاثه دول مش شغالين، بس هقف بطريقه الى حد ما مش مظبوطه. يعني هلاقي نفسي مثلا واقف بالشكل اللي احنا شايفينه كده، هلاقي مثلا وسطي حادف لقدام زي الصوره اللي عندكم. ممكن كمان اكون واقف ساند على ايديا بس، يعني انا واقف مثلا ادي المشايه قدامي وانا دايس على المشايه وواقف كده، مفيش اي حركه تانية جايه على مستوى الوسط او على مستوى الرجل. فبالتالي برضو المشكله هتبقى ان انا كده مش واقف. ايه المشكله اصلا ان انا اقف بالطريقه دي يا دكتور؟ يعني ايه الحوار؟ يعني ما انا عادي ممكن اقف بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ لا هيحصل مشاكل. اول واكبر مشكله ممكن تحصل هي فكره ان الركبه بتاعتي ترد لورا. طب ايه المشكله لما الركبه بتاعتي ترد لورا؟ الركبه بتاعتي لما ترد لورا بتعمل لي حاجه اسمها ستراكشرال ديفورميتي. يعني بتعمل ايه؟ بتعمل تشوه في العظم بطريقه كبيره. التشوه العظمي اللي بيحصل ده مفيش رجوع فيه، ما بيرجعش خلاص. وانس ان هو جه خلاص شكرا، انا كده خلاص هيبقى عندي حاجه اسمها جينو ريكرفيتم او رده الركبه لورا. فدي بالنسبه لي خلاص انا هي جت مش هنعرف نعمل لها اي حاجه. فبالتالي انا باخر فكره الوقوف شويه عشان الجينو ريكرفيتم او رده الركبه لورا دي ما تجيش معايا، فابقى انا ما اضرش العيان، لا انا كده بظبط له الوقفه الى حد ما صح عشان الدنيا ما تبص معايا. تاني حاجه هلاقي ان الوقفه بتاعتي بتخلي المخ بتاعي يعتمد على حاجه اسمها باسيف كومبوننت او الحاجات اللي هي مش عضليه. فلاقي مثلا مخي يقول لي ايه؟ لف وسطك مثلا لورا سنه، فانا لف وسطي لورا سنه فاقفله من غير عضلات فانا ابقى واقف كويس. طب ايه المشكله؟ ما انا واقف كده يا دكتور، بس انت كده مش واقف كويس، انت كده وسطك كله محذوف لقدام، فانت كده الاناليسيز او الباور بتاع العضلات اللي المفروض ينزل بشكل صح ما بقاش ينزل بشكل صح. فبالتالي مع الوقت هيجي لك الم في الظهر والم فوق في الرقبه والم في الايد والم، بص الام مبرحه في كل حته، وهيبقى سببها هي الوقفه الغلط اصلا لي. تالت حاجه هي فكره الجباير اللي انا هلبسها، وان انا اختار جبيره مناسبه للوقفه بتاعتي. في فيديو كامل اتكلمنا فيه على الجباير، تقدروا تشوفوه في اللينك فوق. الفيديو موجود كل الجباير وكل انواعها بالنسبه لاصابات النخاع الشوكي. تعالوا بقى نتكلم ونقول طب انت كده يا دكتور قلت لي كل الحاجات دي ان انا ما اقفش، خلاص انا مش هقف كده، طب ايه هنعمل ايه بقى؟ ما انا كده مش بقف. تعالى بقى اقول لك على حاجه لو عملتها ممكن تغنيك بنسبه 80% عن الوقوف، وهو تمارين النيلينج بوزيشن واللي احنا شايفينها جنبي دلوقتي. تمارين النيلينج بوزيشن دي ان انا ابدا اثبت على الركبه بتاعتي، فابدا ان انا اقعد قعده التشهد بتاعتي كده، وبعد كده اروح طالع قاعد 90 درجه. ليه يا دكتور دي بتغني عن المستوى بتاع الركبه او مستوى الوقوف؟ لان انا كده عزلت من اول الركبه وانت نازل. 3/4 المرضى بتوعنا بيبقى عندهم اصلا مشكله في الحته دي، ان ما بقاش في احساس، ما فيش حركه من اول الركبه وانت نازل. فبالتالي انا شلت الركبه وشلت الانكل على جنب، وقلت للمريض ده انا عايزك تسيطر من اول الشيست بتاعك هنا لغايه الركبه تحت، وتبدا تشتغل على التاسك ده. لو انت جيت بصيت للتمرين ده هتلاقيه هو تمرين الوقوف بالظبط، بس
بس شلنا من اول الركبه وانت نازل، فانا كده جنبت المريض ان ركبته ترد لورا، وخليت المريض اصلا يركز على فكره البلفيك كنترول او التحكم في البلفس نفسه او التحكم في الحوض بتاعه، وهو ده اصلا البوينت اللي احنا محتاجينها عشان نقدر ان احنا نقف ونتحرك اساسا. فامسك المريض بتاعي، اشتغل على النيلنج بوزيشن ده، وابدا ان انا اظبطه بشكل 100% بيرفكت عشان اقول ان المريض ده يقدر ان هو يقف، وبعد كده اخده للمرحله بتاعه الوقوف بشكل صحيح، والراجل ده يبقى واقف والدنيا زي الفل. ده بالنسبه لو انا هعمله مع دكتور. طب تعالى اقول لك بقى لو انت هتعمله في البيت وتحاول كده مع واحده واحده كده تعمله في البيت، تمام؟ احنا هنمشي بدرجات معينه. يعني اول حاجه انا هطلع في الوضع بتاع التشهد ده عادي، واحط مخده ما بين رجلي وما بين البوتوكس او المقعد، تمام؟ فانا كده قاعد التشهد، هيجي حد من ورايا ويساعدني ان انا اطلع بوسطي لفوق، وهبقى ماسك في حاجه قدامي، سواء سرير بقى، سور، اي حاجه انت حاططها. اول حاجه هتعتمد بايدك شويه ان انت تبقى ماسك على مستوى عالي، وماسك وفارد ظهرك الى حد ما على قد ما تقدر، وتفضل واقف في البوزيشن ده. لقيت الوضع سهل والدنيا بسيطه، تبدا تنزل ايدك درجه لتحت، تبدا تسند بالايدين الاثنين بس سنده خفيفه. لقيت الوضع ابسط، اشتغل بايد واحده، اسند بايد واحده. لقيت الوضع ابسط، خليك ساند بايد واحده وحرك ايدك الثانيه لفوق ولتحت. كل التمارين دي وكل الحركات اللي انا بقولها لك دي لازم 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 وسطك يكون مظبوط فيها. يعني ما ينفعش ان انت تبقى ماسك بايد واحده وايدك الثانيه انت بتحركها ووسطك اصلا مقلوب، ده كده غلط. انا عايز وسطك يبقى في النورمال بتاعه او في الوضع السليم بتاعه، فيبقى انا اثبت وسطي يبقى في النص عادي ومظبوط وكل حاجه تمام، ونعمل تمارين بايدينا الناحيه الثانيه، وافضل ارفع وانزل ارفع وانزل وانا محافظ على وسط، لان الحفاظ على الوسط هو ده اللي احنا بنعمل ليه التمرين ده اساسا. التمرين ده بيتعمل عشان الوسط وعشان اتحكم في وسطي بشكل صحيح، فابدا ان انا اتحرك واجمد فيه كده جامد عشان الدنيا تتظبط وتبقى تمام. قدرنا ان احنا نعمل ان احنا نحرك ايدينا والدنيا زي الفل، يبقى انا هخلي ايدي الثانيه تسند بطراطيف صوابعي بس. يعني بدل ما انا ماسك كده، لا انا اسند كده بطراطيف صوابعي، وابدا ان انا واقف لغايه ما اوصل ان انا اقدر اعمل الوضع ده من غير ما ابقى ساند على حاجه خالص. ايديا الاثنين تحتي وانا ساند والدنيا زي الفل وواقف والدنيا جميله. هلاقي نفسي عديت بنسبه 80% مراحل الوقوف. كده انا جاهز ان انا اقف، وكده ان انا وسطي بدا ان هو يتظبط على الوقفه، وكده ان انا لو عملت تمارين الوقوف هلاقي نفسي قدرت ان انا اجيبها، لان ده بنسبه كبيره جدا يعادل تمارين الوقوف بتاعتي. اتفقنا؟ في تمرين تاني بقى ممكن نعمله من واحنا في نفس الوضع ده، وهو ان احنا نحط بدل المخده اللي احنا قاعدين عليها ورانا دي، نجيب حاجه اعلى شويه، يعني مثلا مخدتين 3 وهكذا، وابدا ان انا اريح نفسي لورا كاني بقعد واروح اطلع تاني وهكذا. دي تمارين وسط، ومن اكتر التمارين اللي موجوده في كل الكتب الخاصه باصابات النخاع الشوكي، اللي تقدر تتحرك على او تقدر تركز على الوسط بتاعي وتبدا تربط العضلات بتاعتي وتبدا تظبطها بشكل سليم يكاد يكون بنسبه 100%. اهم حاجه في التمارين دي تركز على البلفس بتاعك اللي هو الوسط، وان هو ما يلفش منك لقدام ولا لورا، وتبقى ظابطه في النص. مفيش مشكله ان في الاول حد جنبك يساعدك، يحط ايده من قدام ورا ويسند لك الوسط بتاعك ويظبطه لك على قد ما تقدر، وواحده واحده يقلل السبورت بتاعه او المساعده بتاعته، واحده واحده انت تقلل السنده بتاعتك بايدك لغايه ما الدنيا تتحسن معاك واحده واحده. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن التمرين اللي بنعتبره بديل للوقوف بتاعنا. مستنيين اي اقتراحات او اي اسئله ليكم في الكومنتس. ما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل شير وسبسكرايب للفيديو بتاعنا، ونشوفكم على خير ان شاء الله.